ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنات كتير قوي بيبعتوا لي على الصفحه ان هم عندهم مشكله في اختيار الفاونديشن، ان هم لو يجوا يشتروه يا اما بيطلع غامق عليهم يا اما بيطلع فاتح. يعني في بنت والله بعتت لي مره قالت لي علي انا مش عارفه اعمل ايه، انا كل مره انزل يا اما اجيب الدرجه فاتحه يا اما اجيب الدرجه غامقه، فببقى مش عارفه يعني انقي الدرجه المناسبه يعني كده. ففي الفيديو ده هقول لك ازاي تشتري فاونديشن لما تيجي تشتري من مصر مثلا فاونديشن، ازاي تختاري درجه مناسبه ليكي بالظبط، ولو اشتريتيها فاتحه او غامقه تعملي ايه، ازاي حلها، ولو اشتريتي اونلاين ازاي تحددي بالتقريب الدرجه بتاعتك المناسبه ليكي. وللناس اول ما تشوفني انا عاليه بعمل فيديوهات على فيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضمي لينا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ويلا بينا نبتدي. طيب اول حاجه بالنسبه لو انت نزلتي تشتري فاونديشن من محل، هتلاقي السيلر البنت البياعه الواقفه بتقنعك ان انت لما تحطي في التستر بتحطولك على ايدك. طبعا اللي على الايد ده غلط جدا، لان درجه ايدك مش بتبقى نفس درجه وشك، فعلشان تجربي فاونديشن وتشوفي ده فعلا صح هو ده مناسب ليكي ولا لا، دي الحته اللي انت هتحطي عليها. حطي فاونديشن على الحته دي، لو هي نفس درجتك مظبوط يبقى هي دي درجه الفاونديشن بتاعتك. علشان تتاكدي ان هي دي درجتك لو حطيتيها هنا هتلاقيها غامقه. ليه؟ لانه احنا بشرتنا بشره الناس العاديه يعني بتبقى سمرة من هنا شويه ومن قدام فاتحه قوي، دي بشره اي حد عادي، يعني مش كل الناس درجه وشها واحده، او يعني طبعا اكيد في ناس بس مش كل الناس كده. فانا بعمل ايه؟ انا بروح للبنت بجيب نفس درجه الفاونديشن اللي هي هنا بالظبط وبحطها في وشي. وفي حلين، يا اما بتحطي كونسيلر تحت عينك فبيفتح معاكي، يا اما بتحطي فاونديشن تاني درجه افتح شويه منك بتحطيها في النص. انا بعمل كده فبالتالي بيبالانس، فبيبقى باين ان انا وشي طبيعي، يعني مش حاطه فاونديشن تو ماتش. رقم 2 انه غلط جدا انك تجيبي فاونديشن افتح منك، صدقيني الفاونديشن مش وظيفته ان هو يفتحك، الفاونديشن وظيفته ان هو يخبي العيوب. طيب لو افترضنا ان انت جبتي فاونديشن فاتح عليكي تعملي ايه؟ حركه بسيطه جدا، بتحطي فاونديشن وهتعملي بالكونتور، هتمشي بالكونتور في الحته دي ودي على داير وشك كده بالكونتور باودر كده، اعملي كذا مره او كده هتلاقي الدنيا ظبطت معاكي. طب لو جبتي فاونديشن اغمق هتعملي ايه؟ هتجيبي باودر فاونديشن هتحطيه على وشك تظبطيه، اللي هي باودر فاونديشن اللي هي درجتك، تحطي كتير وظبطيها، وفي نفس الوقت هتحطي كونسيلر يفتح وكونسيلر تحت العين، وتحطي كونسيلر هنا وهنا وهنا، فهتلاقي ان الدنيا ظبطت معاكي، فهيبقى مش باين ان انت حاطه فاونديشن غامق قوي يعني. طيب لو حصل ان انت عايزه تشتري اونلاين وعايزه تحددي درجه الفاونديشن المناسبه ليكي، بصوا انا هقول لكم على حاجه هي احنا بنعملها، بس هي مش بتجيب لك الفاونديشن بالظبط، بس بتجيب لك بدرجه تقريبيه للدرجه بتاعتك، قد تكون اغمق درجه او افتح درجه. ايه اللي بيحصل؟ في ويب سايتس كتيره، ويب سايتس كتيره جدا بتدخلي الشيدز بتاعتك. مثلا يعني انا مثلا عندي فاونديشن من ميك اب فور ايفر وفاونديشن مثلا من ماك، بدخل الشيدز بتاعتي، يعني انا بدخل الفاونديشن بتاعي وماك انا درجتي فيه كذا وبخليه سيرش، فهو بيجيب لك الدرجات بتاعتك في البراندات التانية هتساويها ايه، فانت يعني بيبقى الى حد ما انديكيتور للدرجه بتاعتك. وبعد كده تاخدي كوبي بيست للدرجه دي وشوفيها في الباليتات اللي هي بتاعت الدرجات اللي هي في الويب سايت بتاعت البراند اللي انت عايزه تشتري منه، وشوفيها وراها مثلا قبلها درجات ايه وبعدها درجات ايه، وخدي الرقم ده اعملي بيه سيرش على جوجل، هتلاقي البنات اللي حاطين فاونديشن لنفسهم الدرجه دي، شوفي هل درجتك زيهم يبقى هي دي درجتك، لو انت افتح منهم شويه يبقى دوري في الباليتا على الدرجه اللي قبلها يبقى هي دي مثلا الدرجه بتاعتك، وهكذا يعني. فيا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه.